مساء صباحك أو مساءك تفاؤل وسعادة وروقان واستمتاع. متنساش تعمل لايك للحلقة دي ولقناتي وسبسكرايب وشير لأما هيفوتك الكثير من البهجة والسعادة. حلقة النهاردة مهمة، لا تتخيلوا أهميتها، ولا تتخيل لو انت شفتها للآخر الحلقة وطبقت في اللي فيها ازاي ده هيعود بفوائد مذهلة 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 كمان مرة على حياتك. الحلقة دي مهمة لأن أنا بديلك خلاصة سنين اللي أنا عشتها وخبرتي في الحياة ودراستي للسيكولوجي ودراستي في التنمية البشرية ودراستي في كل حاجة. الحلقة دي أنا بديلك كأني بديلك كنز أو بديلك ذهب وياقوت ومرجان على طبق من فضة، بديهولك بشكل مجاني بدون أي مقابل، لأن بديه للحقيقة مش ليك، ده لوجه الله. الحلقة النهاردة هتعرف منها ازاي ان انت تتعامل مع المشاعر المؤلمة، وليه ناس بيبقى عندها مشاعر مؤلمة وبتفضل معاهم، او انه ما بيقدروش يتخلصوا منها، وممكن بعد كده بعيد الشر عليكم طبعا ان شاء الله يعني من اي مرض ومن اي حاجة بتتحول لامراض، وناس لأ. هتكلم النهاردة عن السماح بالرحيل للمشاعر السلبية كلها. أفهمك، معظم الناس لما بتحس بمشاعر زي مشاعر ألم، مشاعر حزن، مشاعر خنقة، مشاعر ضيق، مشاعر خوف، ما بتهتم، يعني بتفضل عايشة يومها عادي وبتسيب المشاعر دي جواها على مدار السنين والأيام، ومع كبر الإنسان في سنه المشاعر دي بتفضل موجودة جوه جسمها وبتتغذى على طاقتها، وبتاخد منها الفرحة، وبعد كده ممكن لو الإنسان ما تخلصت منها أو ما سمحلهاش بالرحيل تبقى سبب في إن هو يحصل له أمراض مش كويسة. طب قولي، طيب أنت عايز تقولي إيه؟ فهمني أكتر. هقولك يا سيدي، أولا المشاعر السلبية، في عندنا نوع من المشاعر سلبية وإيجابية، تمام؟ المشاعر لها ذبذبات، المشاعر الإيجابية لها ذبذبات إيجابية عالية زي الفرح، الحب، الجمال، الامتنان، الشكر. المشاعر السلبية ليها ذبذبات منخفضة زي المشاعر الخوف، الحزن، الألم، الحاجات اللي أنا قلت لكم عليها دي، تمام؟ المشاعر عامة، أي مشاعر في الدنيا وخصوصا المشاعر السلبية بيبقى هدفها إن هي مش ان هي يعني مش هدفها ان هي تاخد طاقتك، تمام؟ اما انت بتتجاهل المشاعر دي وما بتسمحش ليها بالرحيل في جسمك، لان هي بتيجي فعلا في جسمك، تمام؟ انت بتبتدي تحس ان انت مخنوق، تحس مثلا بتقل في المنطقة دي، عند منطقة هنا او قلبك، ممكن تحس مثلا بتقل عند منطقة القولون، ممكن تحس ان انت على طول عندك افكار سلبية، ما انتش فاهم ليه وما انتش عارف ليه. فالحل ايه بقى؟ الحل ان انت، انا مش انا اللي مخترع الطريقه دي، الطريقه دي بتاعت كاتب كبير جميل، هو كتب كتاب اسمه السماح بالرحيل، انصح الجميع اللي هم يقرأوه. آه، انا هشبه لك المشاعر السلبيه عامله زي ايه. عارف لو انت عندك انبوبه اهي، طول الوقت الميه ما بتمشي فيها، الانبوبه دي والميه ماشيه فيها حصل لها بلوك كده، فالميه مش عايزه تنزل، الميه واقفه، المية واقفة ليه؟ لأن حصل لها بلوك. أو البلوك دوت هي المشاعر السلبية اللي بتمنع إن الطاقة تمشي فيك، أو بتمنع إن أنت تكون مبسوط وإن أنت تكون سعيد، تمام؟ طيب عشان نخلي البلوك ده
أو الحاجة اللي قافلة على الماسورة دي، يعني طبعًا ده تشبيهًا لك الحاجة اللي قافلة في جسمنا دي تروح، هي تعمل إيه؟ هاقول لك. أنت تشوف، تسأل نفسك أنا حاسس بإيه؟ ممكن تلاقي مثلًا في عند منطقة صدرك في مشاعر مؤلمة، حاجة زي شدة كده. ممكن مثلًا عند منطقة بطنك أو قولونك، ممكن عند معدتك، ممكن في أي بقى مكان في جسمك. هتعمل أنت إيه؟ هتغمض عينك، أو بلاش تغمض عينك، ممكن وأنت مفتح عينك، بس وعيك كأن أنت رُحت للمنطقة دي، لأن المنطقة دي بيبقى فيها ذبذبات سلبية زي ما أنا قُلت لك. المشاعر السلبية بتبقى عبارة عن ذبذبات سلبية في المنطقة دي، فأنت بتروح لوعيك عند المنطقة دي، تمام، وتبتدي تتنفس كده. أنت في وعيك عند المنطقة اللي فيها الألم أو اللي فيها الحزن أو اللي فيها أي حاجة، المنطقة الشادة أو المقفولة اللي في جسمك، وتتنفس كده وتقول لنفسك وأنت بتتنفس: أنا باسمح بالرحيل للمشاعر السلبية من جسمي. وتفضل تاخد نفس كده كتير: أنا باسمح بالرحيل للمشاعر السلبية من منطقة صدري، مثلًا لو أنت في منطقة صدرك. أنا باسمح للرحيل للمشاعر أو الذبذبات الموجودة مثلًا عند القولون بتاعي. وتفضل تكرر الخطوة دي حتى لو أنت وسط الناس، افضل اعملها بس في سرك، تمام، ومستوى وعيك عند المنطقة اللي فيها شدة أو كده، هتلاقي ببساطة خالص البلوك اللي زي التشبيه اللي بيمنع تدفق المَيّة اتفتح والمَيّة نزلت والطاقة الإيجابية جات. على بساطة التمرين ده، لكن معجزات، معجزات، معجزات اتحققت بالتمرين ده. عايز أقول لكم كاتب الكتاب ده أصلًا كان بيعاني من أمراض كتيرة، لمّا هو ابتدى يعمل التمرين ده خَف من كل الأمراض اللي عنده. عايز أقول لك حاجة تانية مهمة جدًا، والناس تسمعني كويس أوي، إيه هو الغلط؟ لإن في ناس بتعمل التمرين ده غلط، ناس بتعمل التمرين ده غلط للأسف، فبدل ما بتضيّع المشاعر السلبية بتزوّدها. بيعملوا إيه؟ لمّا هُم بيعملوا كده، بيعملوا إيه؟ بيقعدوا يفكّروا وهُم بيحرّروا نَفْسهم من المشاعر السلبية. أنت لازم وأنت بتحرّر نَفْسك تفصل تفكيرك، ما تفكّرش بقى خالص. بيعملوا إيه؟ وهُم بيسمحوا للرحيل، بيقعدوا يفكّروا في المشاعر أفكار سلبية تانية، فمشاعر تيجي لهم تالتة، أفكار سلبية رابعة، فمشاعر تيجي لهم رابعة، وهكذا. بتفضل تيجي لهم مشاعر سلبية لإن هُم بيقعدوا يفكّروا فيها. لمّا أنت بتفكّر بالمشاعر السلبية، أنت بتدّيها الطاقة بتاعتك، فبتقعد جواك، تمام؟ لأ، أنت تعمل إيه؟ أنت تفضل تقول أنا باسمح للمشاعر السلبية بالرحيل، 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 وتفضل تعمل كده بقى لحد ما تلاقي نفسك، أنت هتلاقي نفسك أصلًا تلقائي. ركز كده معايا عشان اللي هاقوله ده كنز، ركز أوي معايا أوي، أوي. هتفضل تعمل كده لحد ما تلاقي أنت من نفسك تلقائي المشاعر السلبية جسمك بقى مرتاح، وهتلاقي إن الأفكار السلبية اللي في عقلك خلصت من نفسها. تاني، من علامات إن أنت بتتخلّص من المشاعر السلبية إن أنت هتلاقي عقلك بطّل تفكير سلبي من نفسه. ليه بقى؟ هاقول لك ليه، واسمع الكلام اللي هاقوله لك ده دهب وخلاصة وخبرة سنين، وصدّقني أنت ممكن تعيش كل عمرك من غير ما تسمعه وتعيش في ألم، بعيد الشر ويجرى لك حاجات وحشة. ليه؟ لإن الذبذبات أو المشاعر السلبية الموجودة في جسمك هي اللي بتخلّيك تفكّر سلبي. تاني، الذبذبات أو المشاعر السلبية الموجودة في جسمك هي اللي بتخلّيك تفكّر إيه؟ سلبي. فأنت مجرّد ما أنت بتسمح لها بالرحيل، بالرحيل يعني تخرج من جسمك، فأنت تفكيرك ده خلاص هيبتدي يتغيّر.
طيب واحد يقول لي انا عملت التمرين ده بس لسه عندي تفكير سلبي، هقول له اعمل تاني. عملت التمرين ده لسه عندك، اعمل تالت، معناه ان لسه في ذبذبات جواك سلبيه. هتفضل تعمله 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 لحد ما الايه، التفكير السلبي دوت ينتهي. معنى وجود تفكير سلبي ان انت محتاج تكرره على طول على طول على طول لحد ما تخلص جسمك منه. ولما تخلص جسمك منه ابتدي حط بقى قناعات ايجابيه وتفكير ايجابي بقى، واستقبل بقى المشاعر الإيجابية اللي هي مشاعر السعادة، مشاعر الفرح، مشاعر الجمال، مشاعر الروقان، مشاعر الامتنان، مشاعر كل حاجة. لكن انت ما تحاربش مشاعرك، اتحرر من المشاعر السلبية واستقبل المشاعر الإيجابية اللي هي مشاعر الامتنان، مشاعر الجمال، مشاعر الحب، مشاعر الفرح، اللي هي أصلا المشاعر دي هي أنت الحقيقي زي ما قلت لك، لأن دي طبيعة روحك، الفرح والحب والسعادة والامتنان والجمال. صدقني كنز كبير، أنا بديلك هدية وربنا شاهد على اللي بقوله دوت. صدقوني في ناس بتروح تاخد كورسات وبتدفع فلوس قد كده، وبيجروا وبيروحوا الأطباء وبيروحوا الدكاترة النفسانيين وبيجروا وبرضه ما بيحصل لهمش إن هم مبسوطين، وبيقعدوا يشوفوا فيديوهات كتير على الإنترنت لأن هم مش عارفين المعلومة البسيطة دي. أنا بديلك الخلاصة وبديلك الخلاصة، فأرجوك مش عشان هي جاتلك مجانا إن أنت تهمل المعلومات ديت، وإن أنت ما تطبقش الحاجة ديت، لأن للأسف في العقل الباطن بتاع الوعي الجمعي الحاجة اللي بتيجي بسهولة بيضيعوها بسهولة، مش بيعرفوا قيمتها. بجد اسمح للمشاعر السلبية الموجودة في جسمك إن هي تخرج، بعد كده أفكارك هتتغير، بعد كده حط قناعات إيجابية جميلة ليه في عقلك، بعد كده اسمح للمشاعر الجمال والحب اللي هي المشاعر الإيجابية إن هي تملاك. انت لو جيت تعرف حتى الناس اللي هم الحكماء كان يقولك ايه، ان المشاعر دي عاملة، المشاعر السلبية دي عاملة زي ايه، ذكاء ان انت شمس مثلا، والمشاعر السلبية دي عاملة زي سحاب او ضباب بيجي عند الشمس وبعد كده بيمشي. كلامي مهم جدا، صدقني. ده كلامي ده ممكن يتاخد، ممكن كان يبقى كورس لوحده، ممكن كورس بفلوس لوحده، بس انا جبتهولك لاني بحبك جدا و... وان انا قبل منك انا بحب ربنا، وده هدية مني ليك لوجه الله. لو سمحت طبق اللي فيه وعيش النعيم، عيش السعادة، عيش الروقان. ومن قلبي بتمنى لك كل حاجة حلوة، انت تتخلص من مشاعر، تسمح للمشاعر السلبية بالرحيل، تستقبل المشاعر الإيجابية وتعيش دايما بإمتنان ومشاعر حلوة. متنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، والأهم من كده تدعيلي دعوة حلوة. إن شاء الله أشوفك في حلقة جاية قوية جدا.